السلام عليكم، الله يسعد صباحكم ومساكم كل اوقاتكم يا رب. بدي احكي عن افراح الشعب السوري المتتالية. الشعب السوري اذا ضل عم يفرح 100 سنة و200 سنة و300 سنة و1000 سنة ما حيعوض القهر اللي كان مقهوره. الشعب السوري كان محروم من ابسط حقوقه، انه هو يقول انا موجوع ولا بدي شيء. من بداية حكم البعث واستلام السلطة الأسد القذرة، الأب والابن 54 سنة، الشعب السوري كان محروم من كل شيء، لدرجة الشعب السوري صار يفرح بأبسط شغلة، لأن كانت عصابة الأسد حرمته من كل شيء. على مستوى أجلكم الله، يعني حاوية قمامة بالشارع غير موديلها. فرحنا شو طلعك، شو يعني غيروا لك قمامة؟ بس ما بيعرفوا إنه نحن مقهورين من كل شيء، محرومين من كل شيء. نهر عم يتنظف عم نفرح لأنه رمى القمامة فيها 60 سنة، يعني كان منهجه القذارة. عمود بلدية إنه ندهنه نفرح بلونه، تغير، في شيء عم يتغير. شارع عم يتزفت، عم يخططوا شوارع، هذا شيء طبيعي أي دولة تعمله، بس نحن محرومين وعم نفرح. مثل الطفل اللي كان قاعد بالشارع محروم من أبسط حقوقه، المسكين يتيم. اجت عائلة بنته حطته بغرفة، غار عقله، اشترت له جرابات، ما عاد فيه شيء يستوعب شو اللي عم يصير. بوط أجلكم الله، دفته. هذا من أبسط حقوقه، إن هذا طفل لازم، بني آدم، إنسان هذا. وتتوالى الأفراح على قدر الحرمان. أول شغلة كرامتنا سلبوها منا، كرامة الإنسان سلبوها. اليوم بيشوفوا الشرطي عم يحترم مواطن، بيطير عقله، بينبسط. هذا شيء طبيعي ببلد تحترم نفسها، تحترم حالها، تحترم المواطن اللي عندها. برجع بقول يعني أبسط الأمور عم نفرح فيها. وعلى قدر الألم بتحس بالمعافاة، على قدر الحرمان بتحس بالعطاء، على قدر الظلم اللي انظلمته تفرح لما تنصف، تاخذ حقك. سوريا إن شاء الله أفراحها متوالية كتير، ستتوالى. والزبالة كل هي اللي صار بسوريا والمشاكل كلها سبب عصابة الأسد. وكل ما نظفنا شغلة كل ما حنفرح، وإن شاء الله سوريا لقدام والأفراح متتالية. السلام عليكم، الله يحمي سوريا.